قعدت محتارة ومش عارفة هاعمل أكل إيه النهارده بصراحة وجعانة، فتحت التلاجة ولقيت بواقي التلاجة وعملت منها الطبق دوّة، بجد كان تحفة وندمانة إن أنا ما جربتش الفكرة ديّة أو الطبق دوّة قبل كده، حقيقي تحفة. يالّا بينا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ونشوف عملت الفيديو دوّة أو الطبق التحفة دوّة إزاي. بس يا ريت لو أنتم أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان خاطر يجيلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. يلا بينا نبدأ بسم الله. أول حاجة هنا كانت معايا بصل أخضر، الحجم البصلة كده زي ما انتوا شايفين حجمها كان صغير جدا كده. طبعا لو مش موجود عندكم البصل الأخضر اللي هو حجمه صغير دوت، ممكن تجيبوا البصلة الكبيرة وبرضو تقطعوها حتت صغيرة. طبعا لو مش موجود عندكم بصل اخضر برضو ممكن تستخدموا بصل عادي، بس برضو تقطعوه مكعبات او شرايح صغننة جدا كده زي ما انتوا شايفين. بس بصراحة بيكون البصل الاخضر احلى بكتير لانه ما بيكونش حامي كده، او بيحرق في البق زي لما بيكون البصل الكبير. طبعا كان معايا برضو قرن فلفل حراق، مش الحراق اللي هو جامد قوي دوت، عارفين اللي هو الحراق اللي هو يا دوبك بيلسع دوت، هو دوت. لو مش موجود برضه عندكم او مش بتحبوه ممكن تستغنوا عنه وتحطوا البصل اللي هو البارد، وبرضه بقطعه شرايح صغيرة جدا. انا عايزة كل الخضار بتاعي يكون متقطع شرايح صغيرة. ولقيت بقى عندي هنا نص فلفلية احمر اللي هي الالوان ديت، برضه هقطعها مكعبات صغيرة جدا جدا، بقطعها كده شرايح زي ما انتوا شايفين في الاول، وبعد كده ببتدي اقطعها مكعبات علشان خاطر تسهل معايا ان هو تكون الشكل يعني متناسق في الاخر. وطبعا الفلفل الالوان دوت فيه فوائد عظيمه وحلوه جدا، ان هو بيكون فيه طبعا فيتامين سي، وحلو جدا للاطفال على فكره، حتى لو قطعتوه كده بس واخدوه الاطفال زي سناك كده بيكون حلو بجد. وكان معايا برضو نص فلفلايه صفرة وقطعتها نفس الحكايه مكعبات، وبرضو جبت طماطمايه متوسطه الحجم وبقطعها برضو مكعبات بالمنظر دوت. هجيب بقى ليمونيه حلوه كده كبيره وهبتدي أعصرها عليها كويس جدًا، يعني لو في يعني أهم حاجة إن يكون حجم الليمونة كبيرة يعني. وبعد كده هاجيب طرف المعلقة كمون كده، وربع معلقة فلفل أسمر، ربع معلقة ملح، طرف المعلقة شطة، وربع معلقة من الكاري، ومعلقة زيت صغيرة، وطبعًا ممكن تستغنوا عن الزيت بتاعها لو أنتم مش حابين. وبعد كده بقى كان معايا التونة ديّة كانت موجودة عندي في التلاجة، طبعًا ممكن تستغنوا عن الزيت بتاعها إن أنتم تصفّوها، ولو هي في محلول ملح برضه هتكبوا المحلول الملح، بس أنا بصراحة باحب الزيت بتاعها، فهاضيفها كده زي ما هي. هتقولي لي هتعملي تونة، لأ أنا مش هاعمل تونة، هاقلّبهم مع بعض كويس جدًا. وعلى فكرة ممكن في الوقت دوّة إن أنتم تاكلوها بالعيش كده مع حبة بطاطس بتبقى تحفة. هاجيب بقى إيه، هاجيب صوص الباربيكيو دوّة كان عندي، وهاحط معلقة كبيرة منه. لو مش موجود عندكم صوص باربيكيو ممكن تستغنوا عنه، بس بصراحة بيدّي طعم ونكهة حلوة. لو مش بتحبوه برضه ممكن تستغنوا عنه وتحطوا أي نوع صوص أنتم بتفضّلوه أو بتحبوه. هنقلّبهم مع بعض كويس جدًا كده، وبعد كده هاجيب طبق المكرونة دوّة كان برضه باقي عندي من أكل كنت حاطاه في علبة وشايلاه في التلاجة. أخدت برضه طبق المكرونة دوّة علشان خاطر آآ نستفاد بيه وبرضه ما يترماش، وعملنا طبق جديد وكان حلو جدًا. حقيقي أنا ندمانة إن أنا ما جرّبتش الطبق دوّة قبل كده. ممكن بقى تستخدموه إن أنتم تحطّوا كده الخليط اللي إحنا عملناه دوّة أو التونة اللي إحنا عملناها ديّة كده وتاكلوه، أو تقلّبوه مع بعض زي ما أنا ما عملت. نقلّبهم مع بعض، بجد حقيقي تحفة. وما تقولوش مثلًا إن هو هيكون طعمه زافر أو هيكون إزاي هتاكلوا، يعني في ناس بتقول إزاي هتاكلي السمك مع المكرونة، حقيقي بجد تحفة. ما تحكموش إلا لمّا تجربوا، بجد كان حلو. طبعًا كل واحد على حسب ذوقه، بس هو حقيقي كان حلو. قطّعت بقى بصل كده اللي هي العروق الخضرا ديّة من على الوش كده، برضه رفيّعة جدًا، جدًا كده زي ما أنتم شايفين. أنا مش عايزة الخضار يكون حجمه باين وكبير كده، أنا باقطّعه يكون حتت صغيّرة عشان خاطر الpresentation أو الشكل بتاعه في المُجمل يعني يكون شكله حلو. يالّا بينا بقى ندوق مع بعضينا. بجد واو! تحفة جدًا. أتمنى تجرّبوه وتكتبوا لي في التعليقات لو جرّبتوه إيه رأيكم فيه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.